واهلا بيكم في قناتي سويت سك. تعالوا النهارده اقول لكم على السر اللي يخلي صينيه القرع العسلي ناعمه وكريمي وطعمها غني وبتدوب في البق. كمان هقول لكم على السر اللي بيخليها تاخد اللون الذهبي وهي في الفرن. يلا نسمي الله، صلي على الرسول ونبدأ مع بعض أسرع صينية قرع عسلي. أول سر هو شكل القراية تكون دائرية كده. تاني سر حجمها الصغير، دي بتبقى طعمها مسكر وسهلة في التقطيع والتقشير وبتستوي بسرعة على النار. بعد التقشير قطعوها لمكعبات متوسطة الحجم. علشان القرعاية صغيرة فهنحطها في حلة على النار مباشرة. بعد 3 دقايق هتبتدي تنزل عصارة. دلوقتي تضيفوا كوباية سكر ونص كوباية مية، غطوها ووطوا النار تستوي في 10 دقايق. انزلوا بيها في مصفى وخدوا العصارة اللي اتخلصت منها كلها ضيفوها على نص حليب. كمية السكر اللي موجودة في العصارة هتساعد على تحلية اللبن. ولعمل القشطة بتاعة القرع العسلي هتستخدموا 4 معالق شوربة مليانين نشا. حطوهم الأول في كوباية، بعد كده املوا الكوباية بالمية. دي أسهل طريقة تخليكوا تدوبوا النشا بسرعة. أول ما الحليب يبدأ في الغليان انزلوا عليه بكوباية النشا مع الاستمرار في التقليب. أما السر الثالث هو إضافة معلقة من السمنة البلدي أو الزبدة أول ما الحليب قوامه يتقل. دي سر الطعم الغني الكريمي الناعم. استخدموا مضرب سلك في التقليب لمنع التكتلات، كان هيساعد على سرعة تجانس السمنة مع القشطة. بعد كده ادهنوا الصينية اللي هتستخدموها للتسوية، ادهنوها بالسمنة. هنا انا استخدمت سمنة بس في قاع الصينية. كمان دهنت الحواف عشان ما تعملش حروقة في حروف القرع العسلي. بعد ما تساووا سطح القرع العسلي في الصينية ضيفوا اي مكسرات متوفرة. استخدمت جوز الهند والزبيب، ممكن كمان ما نستخدمش اي حشوات خالص، طعمها بيكون لذيذ جدا. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تكتبوا كومنت بالصلاة على النبي وتحطوا لايك للفيديو. شرفني اشتراك الناس اللي لسه مش مشتركين في القناة. دلوقتي بقى هنبتدي نحط القشطة على وش الحشوة. شايفين قد ايه ناعمة؟ بنضيف كمية القشطة اللي عملناها كلها على وجه الصينية. بعد كده بندي الصينية خبطتين كده عشان السطح يكون متناسق كله مع بعضه. بعد كده بندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة. بعد كده بخفض درجة الحرارة ل180 لمدة 10 دقايق. بعد مرور ال10 دقايق افتح الشواية لمدة 5 دقايق. اما السر اللون الذهبي اللي بتاخده الصينية في الفرن هو انكم ما تدوبوش السمنة في الكريمة لغاية ما تختفي للآخر. شايفين اللون؟ هتجربوها هتتأكدوا ان طعمها لذيذ جدا. الطريقة دي سريعة جدا بدون اضافات كتير، سهلة وسريعة ولذيذة، كمان خفيفة قوي وشهية جدا. انا هنا بحاول اقطعها، كانت لسه ما بردتش لكن تراجعت واستنيت لما تبرد. بصوا شكلها، شايفين الطبقات؟ طعمها غني جدا ولذيذ جدا في نفس الوقت. الطريقة دي مخلياها خفيفة وكريمية جدا وناعمة، وده اللي خلاني انسى التصوير وعمالة طبعا ادوق. تقدروا تاكلوها سادة او تضيفوا عليها ايس كريم او مكسرات، يعني اي اضافات انتوا حابينها تضيفوها، بس هي سادة لذيذة جدا واديكوا شفتوا بنفسكم. اتمنى تجربوها، وزي ما شفتوا ما بتاخدش وقت ابدا، مغذية ليكم ولولادكم. اعملوها دايما سواء في الصيف او في الشتاء، لذيذة وخفيفة ومش مكلفة. ودلوقتي اقول لكم اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.